انا عارفة كويس قوي انك عارفة كل الكلام اللي في الفيديو، بس انا النهاردة جاية اقولهولك تاني عشان لو بتفكري ومستنية اشارة ومش عارفة تاخدي القرار. انا هساعدك تاخدي القرار النهاردة، لان ممكن الشخص اللي انتي عمالة تفكري فيه يبقى محترم جدا وراجل وبيصلي وبيشتغل ومش بيشرب حاجة خالص، زي السجاير او اي حاجة، وبيحب اهله وبيتعامل معاكي كويس. هو ده الراجل اللي انا هتجوزه. استني، لان مش كل راجل كويس ينفع يبقى زوج كويس. من اكبر الغلطات اللي البنات بتقع فيها في اختيار شريك الحياة ان هي بتفتكر ان كل انسان كويس ده ممكن يبقى شريك ليها كويس في المستقبل. تعالي اوضحلك اكتر. ممكن يبقى شخص محترم جدا بس مش مسؤول، حنين قوي بس عصبي وقت الخلاف، وعصبية بتقلب مثلا بشتيمة او ضرب او حاجات تانية عميقة اكتر. ممكن يكون بيحبك فعلا بس عايز يتحكم فيكي، وانتي مثلا لا انتي شخصيتك قوية. ممكن يبقى انسان كريم مع الناس كلها بس بخيل في بيته. ممكن يبقى بيحب مامته جدا بس مش عارف يحط حدود بين مامته وبيته الجديد. وعشان كده انا النهاردة مش جاي اكلمك عن الراجل الوحش، احنا هنتكلم عن الراجل الكويس اللي ممكن يكون زوج مش مناسب ليكي. اول حاجة، ما تختبريش اخلاقه مع الناس، اختبري شخصيته وقت الخلاف معاكي انتي. في الخطوبة ممكن يبقى ألطف الناس في الدنيا كلها، حاضر واللي انتي عايزاه ومعلش وانا اسف، بس برضو شوفي وقت الخلاف بيبقى ايه معاكي. يعني مثلا في مشكلة حصلت وانتوا بتجهزوا، هو معاكي انتي ايه؟ وانتي مثلا كنتي انتي السبب في المشكلة. انا عايزاكي تركزي وقت المشكلة، ومثلا انتي بتبقي السبب فيها، هو بيعاملك ازاي، مش الايام العادية. الايام العادية هتبقى كلها لفلفة. شوفي هو بيعمل ايه لما بيزعل، هل بيتكلم ولا بيعاقبك بالسكوت؟ مثلا لما بتختلفوا في الرأي بيعمل ايه؟ وهو مثلا اللي لازم دايما يكسب النقاش، وهل بيختلف معاكي ولا بيحترمك مثلا وبرضه رأيه بيبقى عكسك؟ ويبدأ بقى يقولك انتي درامية، انتي فاهمة غلط، انتي مش بتفهمي، انتي مكبرة الموضوع، انتي زي كل البنات. بصي، الخلاف مش هو المشكلة، مفيش بيت في الدنيا ما فيهوش خلافات. المشكلة في طريقة إدارة الخلاف، لأن الراجل ممكن يكون جميل وحنين ورومانسي جدا، لكن أول ما يحصل خلاف تكتشفي إن مفيش عنده أي مهارة في التعامل مع الغضب. وساعتها هتعرفي إن الشخص اللي كنتي شايفاه هادي كان هادي طول ما الدنيا ماشية على مزاجه. ممكن تركزي في النقطة اللي جاية، ما تخلطيش بين الغيرة والحب. دي من أكتر الحاجات اللي البنات بتقع فيها. يعني يقولك أنا بغير عليكي فتفرحي جدا، مش بحب حد يشوفك كده، مش عايزك تكلمي الشخص ده، ما تنزليش صور، ما تلبسيش كذا، ما تروحيش المكان ده. مين اللي بعتلك؟ طيب وريني كده الموبايل اشوف الشاتس ما بين زمايلك وبينك. وانتي تيجي تقولي اصل هو بيحبني بيخاف عليا. لا، اسمعي كويس، ممكن يكون بيحبك فعلا، بس الحب مش معناه ان الشخص يبقى ليه حق يدور على كل حاجة في حياتك بالتدقيق والتفاصيل والشات اللي بيبقى بينك وبين البنات زمايلك. في فرق كبير بين انا بغير عليكي وبين انا من حقي اقرر لك تعملي ايه. الفرق صغير في الكلام بس كبير جدا في الجواز. تالت حاجة، شوفي علاقته بالمسؤولية، وده سؤال مهم جدا. هو لما الدنيا بتبوظ بيعمل ايه؟ هل بيواجه ولا بيهرب؟ هل لما يغلط يقول انا غلطت، ولا اصلي كنت مضطر انتي اللي استفزتيني؟ ويبدأ يعلق كل حاجة على الشماعات، اهلي السبب، ظروفي، الشغل، الناس، الحظ. لو كل حاجة في حياته سببها شخص تاني خدي بالك، لان الجواز مش مجرد اتنين بيحبوا بعض، الجواز مسؤولية وحاجات كتير جدا، بيت وأزمات ومرض وضغط وكشوفات، حاجات واقعية مش خيال. رابع حاجة، شوفي هو بيتعامل ازاي مع الفلوس. ممكن بقى نبقى واقعيين ان الفلوس دي اكتر حاجة بتدمر الجواز، لان البنات في الاول بتفضل تقول مش مشكلة، انا هستحمل، انا هعيش معاه. لو مستواكي اعلى من شريك حياتك ارجوكي ما تكمليش، لان لا، بعد الجواز مش بتستحمله، وبعد الجواز بتيجوا وبتفضلوا تشتكوا وبتعيطوا، اصلي مش بيجيب لي، اصلي مش بيعمل لي، اصلي مش مسفرني. انتوا مش بتستحملوا بعد الجواز. شوفي هو بيتكلم ازاي عن الفلوس، هل هو مسؤول وبيخطط مثلا للمستقبل وللشغل؟ شوفي بيصرف كل اللي معاه في ايه، وبيعيش اليوم بيومه ازاي؟
هل عليه ديون ومخبي؟ هل شايف ان كل حاجة في البيت مسؤولية الست، ولا في مشاركة، ولا دي حاجة الراجل يجيبها هو؟ ممكن واحد يبقى كريم جدا في الخطوبة عشان يثبت نفسه، وبعد الجواز كل جنيه يبقى عليه تحقيق. فالمهم مش جاب لي ايه، المهم هو عقليته ايه. ارجوكي ركزي، النقطة دي مهمة، انت ذكية وهتفهمي وتعرفي تفرقي بين هو فعلا كريم ولا بيمثل. خامس نقطة، ما تاخديش الموضوع بشكل سطحي، وشوفي فعلا علاقته بأهله. دي نقطة حساسة جدا. مش كل راجل بيحب أمه يبقى مشكلة، بالعكس حب الأم حاجة جميلة، لكن اسألي نفسك فعلا هو بار بأمه ولا معتمد عليها في كل حاجة. انا مش ضد خالص خالص ان هو يبقى بيحب مامته ويبقى بار بيها، بس هل فعلا هو يقدر ياخد قرار بنفسه؟ مشاكلكم بتبقى واقفة معاكي انتي هو بس، ولا بتلف على العيلة كلها؟ هل لو حصل خلاف بينك وبين اهله يقدر يسمع الطرفين، ولا تلقائيا امي عمرها ما بتغلط، امي قالت، امي شايفة، امي مش موافقة؟ لان المشكلة مش ان عنده ام بتحبه، المشكلة ان مفيش مساحة لبيتكم يبقى بيتكم، فاهمة؟ الجواز محتاج حدود صحية، مش قطعية ولا حرب مع الاهل، لكن حدود، فاهمة؟ سادس نقطة، ما تتجوزيش شخص شايف ان الاعتذار بيقلل منه، لان في ناس فاكرة ان الراجل مش بيعتذر. لا، لو هو فعلا غلطان انا شايفة ان هو ممكن يقول انا اتسرعت في الموقف ده، غلطت. لان الراجل اللي بيعتذر هو راجل ناضج وعارف حقوقه وواجباته كويس قوي. لان الشخص اللي مهما حصل لازم يطلع نفسه صح ده متعب جدا. سابع نقطة، خلي بالك من الراجل اللي بيحبك بشرط انك تتغيري. انا بحبك بس مش بحب صحابك، بحبك بس ما تخرجيش كتير، ما تشتغليش، ما تلبسيش كده، انا بحبك بس لازم تبقي زي ما انا عايز. بصي، ممكن فعلا يبقى عنده حق، وممكن يبقى في حاجات تتناقشوا فيها، لكن لو العلاقة كلها مبنية على هحبك لما تبقي بالشكل اللي انا عايزه، اسألي نفسك هو بيحبني انا ولا بيحب النسخة اللي هو عايز يعملها مني او يصنعها مني. تامن نقطة، شوفي هو بيتعامل ازاي مع كلمة لا، ودي من اقوى الاختبارات. قولي لا وشوفي، مش لازم تعملي مشكلة، مش لازم تستفزيه خالص، لكن في موقف طبيعي ارفضي حاجة هو عايزها مثلا وانتي برضو بتبقي مش حباها بجد. هل هيحترم رفضك، ولا هيقولك انتي بتعارضيني، يعني مش هتسمعي كلامي بعدين، انا الراجل انا عايز كده انتي لازم توافقي؟ لان الشخص اللي مش قادر يحترم لا في الخطوبة مش هيسمعك اصلا بعد ما تتجوزوا. تاسع نقطة، ما تنبهريش بطريقة معاملته ليكي وتنسي طريقة معاملته للناس. دي نقطة مهمة جدا برضو. هو معاكي بيكون ملاك، لكن بتشوفي ازاي بيتعامل مع الناس بره، عامل الدليفري، النادي، السواق، اخوه الصغير، باباه ومامته مهم جدا الموضوع. الناس اللي مش محتاج منهم حاجة شوفي برضو بيتعامل معاهم ازاي، لانك لما تكوني خطيبته طبيعي جدا يحاول يطلع احسن نسخة منه، لكن شخصيته الحقيقية بتظهر اكتر مع الناس اللي مش محتاج يثبت لهم حاجة. يعني لو بيهين الناس الضعيفة، ولو بيستمتع انه يتحكم في حد، او بيتعامل بأسوأ مع اي حد اقل منه، ما تقوليش معايا انا مختلف. ممكن يكون مختلف فعلا، لكن الشخصية دي موجودة فعلا. فشوفي هل فعلا هتقدري تستحمليها بعد الجواز، لو براحتك. عاشر نقطة، اسألي نفسك سؤال مهم، ودي أهم نقطة في الفيديو كله. ممكن الراجل يبقى كويس جدا، محترم ومسؤول وحنين وعنده أخلاق، ومع ذلك ما يبقاش مناسب ليكي. ليه؟ لأن الجواز مش مسابقة مين أحسن راجل، الجواز سؤال تاني، مين الشخص اللي أقدر أبني معاه حياة مناسبة ليا. لأن زي ما قلنا الفيديو اللي فات، ما تدخليش الجواز وانتي عندك مشروع تغيير شريك حياتك. بعد الجواز هيفهم، لما نخلف هيهدى، لما يستقر في الشغل ويحقق حلمه فعلا هيتحمل المسؤولية، لما نبقى مع بعض اكتر هيبطل غيرة، لما اكون مراته هيبقى بيسمع كلامي. بصي، ممكن الانسان يتغير اكيد، لكن لو هو فعلا عايز يتغير من جواه. لكن ما تبنيش قرار جوازك على نسخة مستقبلية متخيلاها في أحلامك انتي من الشخص ده. احكمي على اللي قدامك دلوقتي، مش على اللي نفسك يبقى عليه. لأن أخطر جملة ممكن بنت تقولها قبل ما تتجوز، هو دلوقتي كده بس أنا عارفة أن بعد الجواز هيتغير. طب لما تغيرش هتعملي ايه؟ ونقطة مهمة عايزة أقولها للبنات، مش معنى أن الراجل عنده عيب أنك تجري فورا. احنا مش بندور على إنسان كامل، احنا بندور على إنسان مناسب لينا،
مش على حد احنا بنفسره، بس الفرق ان احنا نعرف نتأقلم مع عيوب الشخص اللي قدامنا، لان زي ما هو فيه عيوب انتي برضو فيكي عيوب، اكيد كلنا فينا عيوب، محدش كامل. لان اوقات العيوب فعلا بتأذي الشخص اللي قدامها، وبنسمع عنها كتير، زي الضرب، زي الإهانة، زي انه بيبقى مش مسؤول وبيسيب البيت كله على الست. احيانا يا بنات اكبر ريد فلاج مش انك تلاقي عيب في الشخص، اكبر ريد فلاج انك تلاقي نفسك طول الوقت بتبرري العيب لنفسك. فما تسأليش هو كويس، اسألي هو كويس ليا انا ولا لا. لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، وتقولي لي عايزه تشوفي ايه فيديوهات الفتره الجايه. وثانك يو فور واتشنج.